كل عارف اللي انا بعد زيادة البنزين جبت موتوسيكل كده اهو، بقيت اروح بيه مشاوير، وبالذات وسط البلد. لما بروح مثلا الحسين العتبة بروح بالموتوسيكل احسن من العربية، لان العربية هتسحل ممكن ما اروحش. مهم، وانا رايح كده المشوار لقيت الشاب اتاخد منه 100,000 جنيه. انا بعمل الفيديو تحذير لكل الشباب. بس هو الشاب ده اكيد في حاجة غلط، لان شوية يقول ده الحكومة خدتني، وشوية يقول ده مش عارف ناس بالشنبات، شوية في لغز احنا مش فاهمينه. المهم تعالوا شوفوا كده ايه اللي حصل. ايه ايه بيقول ايه؟ في مالك؟ منين؟ الميكروباص اللي قدام. ميكروباص؟ انا ميكروباص اللي قدام، والنبي 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 والنبي. خدوا منك 100,000 جنيه. انا ميكروباص ده يا عم. طب انت في حاجه وقعت منك هناك؟ ها؟ 100,000 جنيه خدوهم منك؟ انا ميكروباص ده. قدام قدام والنبي والنبي والنبي. الميكروباص اللي كان واقف ورانا انا ده. انا طلعت يا حمو. الميكروباص اللي كان واقف ورانا. يا حمو انا مره واحده وقلت الكاميرا مش وقتانا. الميكروباص واقف ورانا. كل الميكروباصات كده دي. بتحاور عليا؟ انت بتحاور عليا انا؟ كم واحد؟ كم واحد؟ كانوا خمسة. خمسة ايه؟ لابسين ايه ولا شكلهم عامل ازاي؟ وكلهم مش نبا. شوف مش نبع يعني حكومة يعني؟ ده ما اعرفش والله. حكومة هتاخد من ايه؟ محكومة مش هياخدوك، ياخدوا منك فلوس مستحيل يعني. هي دي نصبت اتعملت عليه. ده هو اللي انا رايح له لابس جلابيه مربعات. لو قفشته ما تسيبوش. هو في حد خلي بالك هو اللي عارف ان انت معاك فلوس، وفي حد هو اللي عارف وضعك عشان تبقى فاهم يعني. في حد اقرب على فكرة، في حد هو اقرب. قال لي هديك الشنطه. عم راميني في الارض وراميني الشنطه. وقام واخد ال 100,000 وقام جنيه. واخد الفلوس. طب هم من انهي ميكروباص؟ من انهي؟ خلي بالك. مره واحده انا واقف بعمل حمام، واقف تحت البيت مستنيني، وان الراجل نزل. مين بقى اللي قال الراجل نزل لك؟ هو اللي هو يكلمني ده. خلي بالك في حد عارف ان انت معاك ال 100,000 جنيه، عشان كده ركبوه. يلا عدي وانت عدي، انزل واركب من هنا السلام. يلا اركب ايه؟ اركب من هنا الناحيه الثانيه السلام. حضرتكم ركزتوا كده يقول لك ايه 5 تنفار ده كلهم بشنبه وميكروباص، وشويه يقول لك مستشفى السلام، وشويه يقول لك مش عارف ايه. خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم. كل واحد لو معاه فلوس يخلي باله، النهارده في تحويلات، خلي بالكم. وبعدين يعني في علامه استفهام كبيره للشاب ده. انا قلت بس انقل لكم التجربه دي مش اكتر ولا اقل، بس كل واحد يخلي باله وخلاص، لان الايام دي في حاجات ما يعلم بها الا ربنا يعني. تحياتي للجميع.